الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى كتاب متن الأصول الثلاثة جامو جلق أبني إن شاء الله جلق أبو داف مقدمة إساء ودو كتابة سين ندرة مقدمة نتقرأ نجرى سينسا يوخاو مقدمة نتقرأ نجرى جنتي خلي. وقلنا قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن الأصول الثلاثة ودون في متن أصول الثلاثة جاء مكان هنجلك أمن درة هناك مقدمة ندرسها. مقدمة كتابة ناخنتي سقرانو جرا أكو بو كتابة سينة كتابة إفنوته جيتشا مقدمة قرانا جنة. وقلنا في هذه المقدمة كان كيستي 5 مسائل قافي وانشني تجراجن، أليس كذلك؟ تمام. قافي شنن سنرى إني جلقبا كتاب نكوني كتابا توحيد الرأي، كتاب وايتو كتما ربي دبة الرأي يجتر كتاب الأصول الثلاثة لكم على ما يقول العلماء أن هذا الكتاب كأنه مختصر من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. أصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب كن أكوان كتاب إساء كتاب التوحيد جاء مرة قباب فميتي، كما أن القواعد الأربعة مختصر من كشف الشبهات. أكما قواعد الأربعة يولالتي وان كشف الشبهات الرقباب فمي فكادو جيتو مرة كتاب نكون كتابا مالي رأي جيتو بربانيت من كتب التوحيد. وقلنا هذا الكتاب له مكانته وفضله. كتاب نكون علماء برتبك قداك أبا درجات أبا جنة حاسن بارك الله فيك. إذن لهذا الكتاب مقدمة، وقلنا في هذه المقدمة 5 مسائل. كتابة كان مقدمات جرى مقدمة كان كيستي قافي وانشنك أمناجن. المسألة الأولى قافين جلقبا لماذا ندرس التوحيد؟ ما للتوحيد برنا. السؤال الثاني لماذا اخترنا هذا الكتاب المختصر؟ كتاب جبابا أصول الثلاثة جاء مكانا ما للكتابا توحيدا كيسا إذا كان عن جلقبو مالي فلني. طبعا طلبة العلم الرهدون قرتيقى براتوتا يبدأون بهذا الكتاب. كتابة كان عن جلقباني جدو مالي إذا كان عن جلقبون برباتشي كان جن. السؤال الثاني ما هو الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول سدين يوقعوا هندي دين إسلام، هندي سدين دين كينيا تجنس دباب دمتي مال إسيني تجن. السؤال الرابع قافين أفرفا ماذا نستفيد من دراسة هذه الأصول الثلاثة؟ أي ما هي الثمرة التي نجنيها من تعلم من ربك ومن نبيك وما دينك. واسدين تنا برورا بؤن تأرجن مالي فرين تجورن مالي فائدان تأرجن مالي. ماذا نستفيد؟ السؤال الخامس الأخير قافي شنفا خنتمرا على ماذا يحتوي هذا الكتاب، يعني إلى كم قسم ينقسم هذا الكتاب. كتاب نكم بكميك التقودما. هذه 5 مسائل لكل مسألة أجوبة كثيرة وكثيرة. قافين هندسيتو تقون قافي شنانيتو ديبسا هدو إبجلاكم. مرة نبدأ
بأجوبة السؤال الأول ديبيوان قافي جلقباتين جلقم يعني لماذا ندرس التوحيد ما لي التوحيد براتون برباتي فيه يونا من تكونون جئ فالجواب لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده رب العالمين أكلت إيسا قرتيتك كتوم سنوف نؤومي ولا يدخل الجنة إلا موحد نما ربي تكتوم سمله جنة سينو وأنه سبب لتكثير الحسنات توحيني سببا خير نما الدماتوت الحسنة بعشر أمثالها غاري تقوجتني خد أن أرغتون هنگد إبا تربات هنگد رجاء الدوت أرغتو يومال قباتني يو توحيدك قباتا ملي يو توحيدا قباتين سلاني صومن عبادان يو قيات قرآن ختما قلت يو هلكن أبتا قلت يو قيا صومنا قلت ولي ربي تؤون انجرتو مؤمنة تؤون انجرتو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا رب العالمين نوان جافي كنافو سبب لتكثير الحسنات وأنه أيضا سبب لتكثير السيئات سببا حمتو ونما وانجلو ون معسيو ونما نما أرار مموت ربي سبحانه وتعالى نما تكتم إساتي أمن نما ربي تشرك سيسين معسيا إسا ني أرار ما في جيتشورا يوفدي يوكتيس إبدا كيستين هفو كيسا باسا جيتشور وأنه سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم توحيني سببا شفاعة رسول ربي أرغتو نمني توكتم ما ربي تنأمنين نمني نما ياما نمني نما تنزر نمني جني قال نمني شركي دلقو ودو إبادة فإلي قباتي شفاعة رسول ربي أرغتو لماذا؟ لأنه مشرك كافر ونمني شركي دلقنان كافر وانت في يجتو وأنه أيضا أما استوحيني سبب لاستقرار الأمن والطمأنينة سببات تقبي نجيني بيا كيست يرجمون قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء يعبدونني أي يوحدونني لا يشركون بي إذن يو ربي توكيتشوم سري شركي رافقان رب العالمين مالو بايلا مسيني لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الخلافة والتمكين وأيضا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذه ثلاثة أشياء مطلوبة نمني أكان كم برباد بيكرة أباتؤون خليفة ما أرقتي قلتي وكذلك وأمريكا رتي قرتيغا وهند أمريكا تيرت خليفاتؤون تاك والتمكين ربما يحصل للرجل خلافة نمتي بيجة قرتي أبو ما أرقتي تمكينه الأبابيكر أتير رمشة حرق الفيدم خليفة لكن ليس له ماذا تمكين إذن التوحيد سبب للخلافة يا إخوة سبب لماذا للخلافة كما في دولة عباسية وتاك استمال تجري وجدت لهم خلافة لكن ليس لهم تمكين ولا أمن سينا كيستي يرود بفتلالتو أما اندرتي عباسيوني خلافان عباسيوتا مال قبن تري خلافان قبن لكن ليس لهم تمكين وليس لهم ماذا أمن وليس لهم إذن التوحيد سبب للخلافة وسبب للتمكين وسبب لماذا
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الأحبة، من أراد الخلافة ومن أراد التمكين ومن أراد الأمن فينبغي ماذا؟ أن يوحد الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يوحد الله. نمني كان بربادي تمكين أرجاته، خلافة أرجاته، ما اللي برباتي سنة يا جماعة. خلافة نمني برباد، شرك الآنيمي وانا الداتينيمي، وإنما بالتوحيد. من أراد التمكين ومن أراد الأمن فعليه بالتوحيد. إذن كانت إيسانمني لك توحيداني متي، أما يرو واي توحيدا دبنو متي وجه دوغو غورا كيسا سيني جتادا. وهذه لهذه كلها وأن أما دبنتنا هم داب جتا مال دلقون رجراتا، وأنه لا يقبل الله أي عمل إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. وهذه 8 أشياء إسيت وأسديتي بعض مما ندرس لها التوحيد، وأن توحيد إسيت أجت تبر النوفر تنقري سديتا تنقري. الأول أن الله خلقنا لأجله. الثاني لا يدخل الجنة إلا موحد. الثالث أنه سبب لتكثير الحسنات. الرابع أنه سبب لتكفير. الخامس أنه لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. السادس أنه سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع أنه سبب للاستقرار والأمن. الثامن سبب للطمأنينة. نمشي تقول زكي كأرجس أإله متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ربي تقو ورجبروا الرجرتيجا ويمو والرواحد جبروا ويا. إذن لهذه كلها تنافجت توحيد برنا يا جماعة. نمني بيا دنيا كان رتوني برباد الخلافة والتمكين والأمن نجينا برباداجر أكثر كثير. الدنيا كن نجينا تبامي ووجد تمكين تبامي جا تمكين نياتا تمكين أوغاتي قالوا من جروا كنا واحد تجر تمكين أبا موجا مكن كان هندا فودا وانسا مالي يا جماعة كين. والله توحيد رب العالمين قرآن كيست دبتيتي فلا نحيينهم حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا حياة طيبة جراتفنا ورنو تأمنيجي ورنو تبتشمسي حياة طيبة جراتفنا مرة إسيتنا أفجدت ربي كن يتوكتشمسون نبرباجي. يا جماعة ترى اليوم كثيرا من الناس يدعي أنه موحد. قبل هذا وسوق التنسين ندرد حفظتم هذه الأسباب وأن توحيد براتون نبربا تسيف كان حفظنا ما يعيد إن يرن وديه بيسيتا ما يعيد هندو بريفتني جرتنا فكاد سلا ما نمني بريفتين كان من لم يكتب أخرج يدك ما نمني وان كان وأنا ما دبني كان بريفتين هندو كسان بريفتني جرتنا هندو كسان كتبتم كتابتني كنو بأمراتي في مت نمتني بونتني كنو في سنكتاو في لا ما أيه نمنا نجي كوني بريفن سري تلقى بورين بريفتين شوفيرت ورقاسني كنيتين الرافقتني مكان كيسان قال ما بريفتو دنديسني جتو ورباريتي هيا وروني بريفتين نموني هيا ديبي سايسون بيوري بريفت وري بريفتني جي خلاص وري بريفتس هدو روان تاتنيف دفتر ولي رافوراتي بريفتا دا كنو نموت هدو قباني خلاص ولي رافوراتي بريفتا. إذن حقيقة ربي يوتي وقادوا بتو حرة
وننو تأبني وأبني مال النياريرو وننو إسد أبني تمانو وأمبر بانت أبني مال الني توحيدا. ولهذا عليكم بالتوحيد عليكم بالتوحيد عليكم بالتوحيد توحيد براتون توحيد التوجتون أمة اللي توحيد برسيسون نرى إيجما مفهوم يا جماعة؟ لا واني جرتي إسا أبو أن نمني إبدا سينوس إسا واني نمني إسا أباتو أن جنة سينوس ومالي إسا مال قوتا وان بروت شاقل تري مرادين إبدا جلانا جاباني جنة سينو الآميري بيا دنيا اللي ملكي الآميري إني سببا كنانا ما توحيد إيجته توحيد الرتاج الجبان جدو. واضح يا جماعة؟ وترى اليوم كثيرا من الناس نموت با يهر نقر يدعي أنه موحد أني ور توحيداتي كالفين جو. فإذا سألته قافت إذا قافت تمو هل أنت موحد أتنا مربتك تشومسو موحدين ور توحيداتي وقوجتين فيقول أي نعم إيه سنجة. تقول له ما شاء الله بارك الله لك بارك الله فيك ما هذا التوحيد قاري له ربي بركة فيها قلوا ما توحيد جدتم مالي وما أقسام التوحيد وما هو مبطلات التوحيد وما هي كلمة التوحيد. كلمان توحيدا مالي أقسام توحيدا مال واني توحيدنا مجلا بلسو مالي جدت يوغا فتي الرهدون ما يا جماعة نبيغا مالي ربي توكيتشوم سن سبر باكي سجدتي وقوتي قابتي هل يجيب لك هدون ما نما انديبس مارة ودو توحيدا كان هم بيكن هم قباتين ايقا انا متي ودو قباته ولالو نمني وان قبوني بيكا توحيدني مالي وقوتي جت ديبس واني سيدا واني دتبيفي نمتي توحيدا كان حقيقة انا ننقب نجيتو مارة وان نمتي افاني ننقب جئي dhugaadhaan ani waan san hin qabne horachiisuun akka inni waan san qabaatu godhuun nurraa barbaachisaadha yaa طلبة العلم. وكذلك ترى كثيرا من الناس لو سألته هل أنت مشرك أتي مشرك يوجد لا أعوذ بالله أنا لست بمشرك لكي عياذا بالله ربي تمغني أم مشركا متين ومن جونا من باين نمجا قاف إني أكنجئو ما هذا الشرك الذي تتبرأ منه شركين أتكتغرتي الرائب كل ليشتكم مالي يوجدتي أكثر الناس لا يجيب. وما هذا الشرك الذي تتبرأ منه وما أقسام الشرك وما أنواع الشرك مالي قرتي شركي جتون مالي قصوان شركي مي قصوني شركي لا مي قوني شركي للشركي أقسام شركين قرتي قودك شرك الأكبر وشرك الأصغر شرك الخفي شرك الجلي وله أنواع قصوة باقيك بقصوني شركي دا دعوة غير الله شرك وسجود لغير الله شرك والنظر لغير الله شرك والانحناء شرك وإلى غير ذلك والاستغاثة لغير الله وأنواع الشرك كثيرة وكثيرة جدا. قصوني شركي باقية قصوة شركي كان أدب باسم بكم ما رأينا متكون إيغان بيني ونما نتركوتا يوخن ما رأينا متكون إيغا كان بيني فربما يقع فيه يعني من الشرك في الشرك الذي يتبرأ منه شركي الرائف كل سوتي جرو كان كيسا نسيبنا متكون كيسا أرقمون هم بيكو وانتي وان بينك شركي كيسا جراتا أم وحيد أم مشركا متي إذن جتون ثاني ملا جتون إيجا دبين أكنتاتي أيها الطلبة أيها سلفيون إذا كان الأمر كذلك وأوجب الواجبات الذي لا بد من أن نشتغل به الرأوا الآن درك أمواني الرأوا الآن درك أما أولي كانوا تي إسا باراتهم برسيسو تي بيزي يبقروك أمنو مال توقبا يا جماعة مال توقبا توحيد لماذا؟ لأنه لا يدخل المرء الجنة إلا به ولا يقبل الله أي عمل إلا به فولا لا وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده
وأنه لا يستقر الأمن ولا يستقر الطمأنينة إلا بالتوحيد، ولا يحصل لشخص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا به، وأنه سبب لتكثير الحسنات وسبب لتكفير السيئات. فإذا كان أمر التوحيد بهذه المثابة، إيجا أمر توحيدا أمر قدا كنا فينبغي يا طلبة العلم أن نشتغل به، وهذا أهم العلم، وهذا أهم ماذا؟ علم الريات تسان علمي ده علم التوحيد قبل علم الفقه وقبل علم النحو وقبل علوم القواعد وقبل أي علوم. أهم العلوم الريات تسان برنوتا، وقبل كل العلوم شوف برنوتا تاع الدنيا جتا، برنوتا قرتيقا برو جتا، كل إسادر أهم العلوم وأوجب الواجبات أن نشتغل بالتوحيد. الآن علمي لا ياتسام برنوتا درك أمني درك أما علم التوحيد، فلا بد من أن نشتغل به. لماذا؟ لأنه أعظم ما أمر الله ماذا به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أثناء الكتاب. أكما قنا كتابك يزد التلفو رادمنو، وأعظم ما أمر الله به ما هو الرقدان والربين كين اتنو أجاجي واي توكيتما إسا كان يوك أراني براني مالي وان هندن ديمني في أدو أراني برين أدو أدن بافتين أم موحيد يدجت وان هندن ديمني في أهم العلوم الرياتسان برنوتا وأوجب الواجبات الذي لا بد أن نشتغل به. درك أمني درك أمواني كانوا تئست شاغلوا الرعافين سنو في جرة، ألا هو هذا العلم علم التوحيد. علمي كان يكون علمي توحيدات كناف كتاب توحيدات قرأون برباتي سيف. وبضده فألا كان وأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ما هو الشرك. الرقدا وربين كين إرانو أرقي إرانو صداتي ربي تشرك سيسودا، فلا بد أن نحذر به. شركي رب العالمين إرانو ديني نساني رأيقتون كين حفنك أبو واجب. إذن يا جماعة هذا جواب السؤال الأول. ديبسا قافي درات جتونا، مفهوم يا جماعة؟ تمام. السؤال الثاني قافل لما فعلا قلنا لماذا اخترنا هذا المتن المختصر. وقبل أن نشرع في جواب السؤال الثاني ديبي قافل لما فاخرت أدون سني وأن تكون سيادتي يا أمتك يا طلبة العلم. المسلمون اليوم ما يعرفون الإسلام إلا من رحم الله له. نما ربي الرحمة إساء قد إمالي إرهدون موت إسلام ما همتو إسلام ما مقا إسلام ما الميا نهركات هيجي أكمي يوجدتي إسلام ما همتاتي يدعو غير الله، يدعو الأولياء ويدعو الصالحين ويستغيث بغير الله. صالحو تيامل نمت نذر جنيد أفقال ورى إسلام ما همتو كيسا هرى كنجر منجر نمني كن أدو إسلام ما همتو وني كانت مال الرأي إسلام ما مالي أركاته ورى المياه إسلام ما اللي كان ساتو ورى قياك إسا إسلام كدين إسلامياته خقاته إسلامياته إسلام ما مكان جلاته أكثر الناس سار دينه مجرد الاسم مقاقفا وركاته أجر. ودو حقيقة الأمر إسلام ما نسابكم سرتهن داي دليل الرتهن داي لا يدعو غير الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله أفان جتا. هل يدعو غير الله؟ هل يستغيث بغير الله؟ يا جماعة
كان ديفني هجين برانو برباكي سبيكدا كان أودو كن تولين أخلاق أنا متاتل تنا جنة دعوة أخلاقات في جوني نعم دعوة براتي سنقول من جت متأدو ما قول لكن أهم العلم وأهم الدعوة وأوجب الواجبات ينبغي أن يكون حول دعوة التوحيد حول تعليم التوحيد يا جماعة واي توحيد والبرسيسو واي توحيد دعوة قلوا توقب إرئ الآنان ماليف يوفر انتولين نمني هدف خلوقة لا أولي كربي تجرق سيزو خلوقي نساكم بريدة روان جي مقبا ميزانا قبا خلوقي نساسو بر خلوقي نسا ميزانا قبو سلام نسا ميزانا قبا صوم النساء ميزانا قبا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء نمني ربي تجرق سيزي أكوان سميرا كفيت يا ربيني لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين رب النبي محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا جماعة أمري جبل وهذا في حق سيد الأولياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم برد بيكم كان جامي نبي محمد بنبيوت براتين جم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يا الله يا الله معلوماتك أمري سهماغو كناف أوجب الواجبات وأهم العلوم ينبغي الذي نشتغل به ينبغي أن يكون هذا العلم المهم الذي لا يصل أي عمل إلا به يو خلقي يو توحيد ربك أباد توحيد ربك أباد أما نموني توكو توكو بر أبلون كن توحيدا كمني مالي خلقي كبا أبلو توحيدا نكبا خلقي دن كمني إنو ماو أكا نمت توحيدا كمني سن سوابا خلقي ساتيف خطوحيدك أبو خنرج آلتسو لا يا أخي ميزا ما والبرا يوك أبدي نمت ربي والانتهين الذي هو عدو لله هل هو كرجل ولي من أولياء الله ما وحد الله فهو ولي ماذا من أولياء الله ومن أشرك بالله فهو عدو من أعداء الله السلام ولدتني هذا يا جماعة ورا وفق من ربنا وعتاسسوا دعوة برادرة إسا كان الرد لا سيما فولك أن يدر بات رمضان الأفاجر إن شاء الله تعالى ابدأوا هذا التوحيد أولا من أنفسكم ومن أهليكم ثم من أهليكم ثانيا ثم من أقاربكم وجيرانكم وإلى آخره واضح يا جماعة وهذا أهم الواجبات إذن كافر يرى كفر ما يفيني بيك بس الكفار يعرفون كفرهم كافر كفر ما يفيني بيك جلنا تأوجن كفري تأوجن ضلالة تأوجن يعرفون ضلالاتهم وكفرهم جلنا إسانيدا كفر ما إسانيدا نبيك والله أكثر المسلمين اليوم الله أعلم لا يعرفون دينهم دين إسانيهم بيك إرتو جتون برباكي ما هو التوحيد يوجد تنين بيكني ما أقسام التوحيد يوجد تنين بيكني ما هي كلمة التوحيد يوجد تنين بيكني ما هي شروط لا إله إلا الله يوجد تنين بيكني ما هي أركان لا إله إلا الله يوجد تنين بيكني ما هي نواقض الإسلام يوجد تنين بيكني هل أكثر المسلمين يعلمون هذا يا جماعة إذن التعليم بهذا ينبغي أن يكون قبل تعليم الصلاة وقبل تعليم الزكاة وقبل تعليم الحج وإلى غير ذلك وهذا هو الذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد وبعد 10 أرج به إلى إيه؟ إلى السماء كما قرأتم كما سيأتي أكما قنان رفودهم نبي كن إما كان قفرتي أصحابني أفهم الناس ورأوا الدين آماتا قرآن سكن رد هجته بعد كناتي وقا سدل مكة خيزت كانوا مانترين ثم هاجر إلى مدينة المنورة بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يا جماعة علينا التوحيد توحيدك أبتون أمتك يبرسيسون نرتب برباتي سارة ودو توحيد نجراتي هل
يستجيب الأمة لمن يدعو إلى عيد، إلى الاعتياد لعيد من أعياد الكفار. مثلا قافنا متوكو سلطان ساتي جتة هواس إسلاما قرأ عيد كفارا خبجوتي أمة إسلاما يامو أمني إسلاما ودو حقيقة التوحيد بيك ودو معنى إسلاما وقام بيك، هل يستجيب لهذا؟ لا. وهذا مناقض للإسلام كل كيف لا إسلام ما تجيئتي جلا دي بيتو. وفقني الله وإياكم التوحيد والعمل به والدعوة به والرئيس كانك أباتي اتهجتي نمت يا ربنا واتين. طيب السؤال الثاني قابل لما لماذا اخترنا متن الأصولي كتابك أنا مالك في لأني كان جو الجواب دي بسان إساء لنصيحة العلماء، لأن العلماء نصحوا لنا هذا الكتاب. علماء أهل السنة والجماعات كتابك كان طالب العلم برنوت إساء كان توحيدا إيقالون الآمن. لا بد لطالب العلم من أن يبدأ تحصيله العلمية من كتب التوحيد. برنوت إساء كتابا توحيدات جلقبون برباتتا كتابا توحيدا كيسامو أكنوت أصول الثلاثة رأيقلوا نصحوا لنا علماء أهل السنة والجماعات نسيهان وقدر. وعلى سبيل المثال كما سمعت من قبل من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله، سئل ابن عثيمين قافتمني عالب العلم مال برنوت إساء قلوك أباه قافة من فقال عليه أن يبدأ بماذا؟ بكتاب أصول الثلاثة ثم قواعد الأربعة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وواسطية طهوية تدمرية حموية وإلى غير ذلك من كتب التوحيد. أكنت علماء طلبة علمي آمن. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء ابن عثيمين وأمثاله ابن باز وفوزان والإمام الألباني ومحمد أمان الجامي وغيرهم من أهل العلم علماء نقرتي ججبون يروك إن كيستي أرقامني في ورد دراتس إيجا كتاب نكون بري فمي ورين مثل كتابة كانت طلباء إسانيتي الآمن. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ما للكتابة كانت طلباء إسانيتي الآمني يوجدت كتاب نكوني لسهولته ووضوحه. كتابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كوني لا فينا الليك أب نمت جبات ديبي إفألي كربراتين لأنه يذكر المسائل مقرونة بأدلة. يا جماعة أعداء ستي مسائل وجود بته يذكر هذه المسائل مقرونة بماذا؟ دليلا ولتك إن دبتا لا يذكر المسائل فقط، مسائل دبتهم دبروا جد. مثلا في أول الكتاب يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى إلى آخره، ثم قال والدليل قوله تعالى والعصر أديمسا سلفتون قرتي ديماترا أكانوا قوسيسوا بجدة مسائل لفقاء الرتي دليل إهفتا دليل قرآنات في حديثة كم ترسان مو دليل لكم على فهم سلف الأمة الرتي فسرموك أبا سنجد ترافي مال سنجد. قال الإمام الشافعي رحمه الله إيقناو قال البخاري رحمه الله وأن كان جاءوه مالي في ينبغي أن نفسر الكتاب أن نفهم القرآن على فهم هؤلاء السلف. أكاتا سلفتوني فسرا كانت تفسروك أم نجدتو نقراسسو تجرى شيتتكم بارك الله فيه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. فالله ورفرق آبا الله ورفرق آبا الله يدور ثاني وقوة أنت قربة وأدلتهم إما مع المنامات دليل لساني الصوفية ترى مثلا أدلتهم كثيرا ما هو منامات أدلة نساني باقينا يولالتي مناما أكثر فرقوان براتيس
شيبلو كنجي شيبلو لا أكنت كسم تانيفي والدليل قوله تعالى قال والدليل إيه من السنة حديث جبريل عليه السلام قال عبد الله بن مسعود قال فلان يأتي بعلماء السلفيين علماء سلفيوتات النور فجت لماذا؟ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من علماء السلفيين علماء السلفيوت الرأي يعني علماء تكرا سلفارة ديما الرأي جت محمد بن عبد الوهاب كنافو كتاب إساء مقرونة بالأدلة أدلاتك إنه يتوان تاتب كتاب نساكم فلا تما كتاباته نو أرجان جت وكذلك يجمع المسائل ويرتبها وأن علماء أن كتاب ساقن ندامني بي دافي والكن ولك أبا نترس واضح المسألة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أكنا جئت ترس ثم يشرحها إيجانا ديمي تقف هقاتي مالقودا وانسا نئفسا نشرح مثلا في أول الكتاب يجب علينا العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ثم بعد قليل إيجانا واتكشو ديمي يشرح هذه الأصول الثلاثة قال هو قبري سدين نشرة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة تجيتنا تقوسك إيش شرة مالجي على الأصل الأول على الأصل الثاني على الأصل إيه هذا شرح لما رتب أو في أول الكتاب وان أول كتابات تريس كنا شره تجرى جيتو أديم سبريدا وان ديمي إني برا علماء سلفيوتا طالب العلم الأف رحمة تأوساني الراهبة ميكا متيوجتي لأنه يكثر الدعوة لطلبة العلم في كتبه كتاب إساكنا كيستي كتابا مساهمة خيستو دعائي الدميس إنيو متعلمة انظر في أول كتابه هذا ذلك أبا كتاب إساكنا كيستي ميكا جاء اعلم رحمك الله الدعاء للقارئ نمت كتاب إساقرة للمستمع نمت رقفت تقول كناف ربي خلق وهذا دليل على أن علماء السلفيين رحمة لمن يقرأ كتبهم ورحمة للمستمعين ورحمة للقارئين وليسوا بفظ وليسوا غليظين نمك قلبيهم مات نمك قوقهم لا بل هم رحمة لطلبة العلم كناف يدعو في هذا الكتاب لطالب العلم في أول كتابه فيقول مثلا ماذا اعلم رحمك الله ثم إيجانا تقدر سكي اعلم أرشدك الله إيجانا تدبل أمس اعلم أرشدك الله لطاعتي وهذا دليل على أنه ينبغي لطلبة العلم ولعلماء السلفيين أن يكونوا رحمة للناس المنامات في رحمة تؤوتوا الرائقة ما والعادة تلا عادتي الطالب هو الذي يدعو ماذا لشيخه عادتي إذا درساته أين يربي خدت شيخي تأساتي ربي خدت لكن حالا وان كان كيسة أمتاف في فنوته قباته علماء سلفيوت الرّ وفي فوقرته أمتا رحمة خدتا ديمني إذن وإنما اخترنا هذا المتن المختصر كتاب أصول الثلاثة جاء مكنان جالك أبو وني بربان نيفي وني إذا كان كتابا توحيدا كيسافل النيفي لنصيحة العلماء لا بد من أن نسير على الخط الذي خط لنا علماء أهل السنة داندي علماء أهل السنة الآن مباسا في منهج التعليم قرابر نوتا كيسب بماذا نبدأ وبماذا نقدم ماذا نؤخر مال جلق أمنا مال بودا أنسنا مال اتئانسنا وان جأمو
منهج تعليم علماء أهل السنة والجماعة نوخاء نردي ممكن هفن قبو لا نسير على ما نريد أكما فين التنديم الأجيفة لماذا؟ لأنهم أعلم منا بمنهج التعليم أما نيمو ابن عثيمين نيمو ابن بازتو نيمو إمام الألباني فوزاني مثلا مثالا فينجي الربيك أكاتا كتاب نتقرامو قب إنه ربيك إنسان الربيك لماذا؟ لأنهم أعلم منا لما هو مفيد لطلبة العلم الصغار ولطلبة العلم الكبار طلبة العلم جول العلمي بربادا تذكى فيه قرقود دافيس كم ترى برباتي سجلتو إسان تبه مياما مثلا نمني توك أودوني فكينيا فرن عن دكتورة إيتنما والآن بربادا حاكمة بربادا أودوجي أكما فرت أكما بربادت وما أرجع مقالات أبيتي أكما فرت دبسي إيجانا تابيلا متنفتي فارماسي إبلو جاما خطا ولا نتاجي تابيلا متنفتمو مو درا درسو ترتيبة أوجيين فيا اتبرسي ذنين درا برتا درا درسو وقا ديرا برتي إيجانا لينجي برنوتا ديرا فرتي وقا أفر وقا شن وقا جا وقا ترب برتي إيجانا وان برتي كانت تطبيقيا براكتيكالي وان نكون أكملت وجير أولا وان جي أمرت إلى عالمي قرتمي حجتي إلى عليك إيجانا مستكون جبادة برج أميرا غاني سابامي سنبوداني منا والأنسى أبلو وجيتها في الله بحسمت وهذا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين كوني أمر دين ودنيا فما بالك في أمور الدين إيجا أمرين دنياتو ترتيبا ملنتاني مال هيا أمري علمي مال هيا أمري ديني أمرين دين ترتيبا نظاما شريعة كيستي كامل نظاما أجيي وان كنا كائنين ديممون برباتي سارة ملي إذو مكينيان كفين انجل كمني كفين اتعانسني كفين بودا أنسون لا أككون برباتي سوجي تورا والخلاصة قباب دوتي وإنما اخترنا هذا المتر المختصر لنصيحة العلماء وإنه تمتني كان في النف نصيحة علماء إذا كان أنجلك أبو في النف جدتورا السؤال الثالث قافين سدفادا ما هي الأصول الثلاثة باختصار هندوان سدين دين الإسلام هندوان دين كينيا ما إسين قباب دمتمي قباب سيناهمي يونا من ننجي فالجواب هي أسئلة القبر الثلاثة قافي وان قبري سدين من ربك وما دينك ومن نبيك ربين كإن دين كمال نبيين كإن قافي وان سدين تناتو مال جامتي يا جماعة أصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب اتبان إسيتا وهي غير المسائل الثلاثة التي تأتي مسائل الثلاثة جنا كتابك يستين هرفت ولد يسير أخذنا إني يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه المسائل الثلاثة قافي وانسى دين تنبرون نما مسلماتي في مسلمتي التيرة واجبة جئيخة إني قنافي دون أد إسين سني ما إسين سني يوجن هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ومسألة الولاء والبراء إسين سدين سن مسائل ثلاثة قنا رفتسن سن أو يوفيتي إسين سدين سني مسائل ثلاثة سني الأولى اتباع الرسول والثاني توحيد الألوهية والثالث مسألة الولاء والبراء قرير علماء إسي سدين سن كيسا إسي جلقبا على ما قاله الشيخ الدكتور هيثم سرار حفظه الله ماذا قال؟ المسألة الأولى من المسائل الثلاثة التي ستأتي مسألة جلقبا مسألة أول سدين قنا دبن خيسا إني جلقبا مالو نجي توحيد الألوهية يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وقال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري المسألة الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنقر تيقى دليل النفدته اتباع الرسول
واجب جتون وأقرسيب لقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن وهذه الآية تدل على وجوب اتباع ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الأولى اتباع الرسول، الثاني توحيد الألوهية، الثالث مسألة الولاء والبراء، هذا هو الأولى. إذن الأصول الثلاثة غير المسائل الثلاثة. أصول الثلاثة جتشو في مسائل الثلاثة نجنا في تتكم ولد جتشو دا ولد مالف. الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة. أصول الثلاثة جتشو قافوا والقبر مالي سدين. أما المسائل الثلاثة مسائل الثلاثة كان رفتم مالي فيني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الألوهية ومسألة الولاء والبراء. واضح يا جماعة؟ تمام. إذن خلاصة المسألة الثالثة ما هي الأصول الثلاثة بماذا؟ باختصار. فقلنا الجواب ما هو؟ هي أسئلة القبر الثلاثة. قافي وان قبري سدينتم مال جامع أصول الثلاثة جمع. السؤال الرابع من مسائل المقدمة الخمسة قافي وان مقدمة خيستي أرقمت شنان الراء قافين أفرصا ماذا نستفيد من دراسة الأصول الثلاثة، يعني ماذا نجني من تعلم مسائل القبر الثلاثة. مسائل قبري سدينتنا براتورا مالي بؤان نتأرقن. الجواب ديبسان في مالي يوجن، لأننا إذا درسنا وعملنا بها من ربك كان قرانيو تدلين، من نبيك قرانيو تدلين، ما دينك قرانيو تدلين، ودعونا نملي برسيفني تقولين نملي برسيف نملي دعوة اتقون، وصبرنا على التعلم والعمل والدعوة. هذه ثلاثة. براتو رتس استدلقوا رتس نمت يا مرتس مصيبان مودة يؤبسني. فعلنا هذا في الدنيا نجيب عن أسئلة القبر إن شاء الله تعالى. كان بي دنيا رتي دلقنان قافيتنا قبري كيستني ديبسنا. هذا هو النتيجة والثمرة والفائدة من تعلم هذه المسائل الثلاثة أسئلة القبر. قافي وان قبري سدين كان براتو الرابعان في كنو خنا أجتو يو برني اتأمني اتدلقني نملي برسيبني اتيامني وان كان الرتي وان كان الرتي نمودة الرتي صبري. نجيب إن شاء الله تعالى في القبر عن هذه الأسئلة. قبري كيستي قاف وان تنرى ديبي سودان دينيا أجت إن شاء الله تعالى. يا جماعة هناك أسئلة وانا سنقابل. من ربك بريجن هيه اتدلق نيجن نملي برسيف نتيام نيجن صبر ريجن ما دينك سقسما ومن نبيك كان سقسما. مثلا من ربك كنا براني تدلقوا جت سمي أكم. من ربك تندلق ماسا ربك تندلق ده. أما مثلا من ربك أفعنين ربك إني جنان أما خاتئت ربي الله ربك يا الله جئ ثم يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينظر لغير الله. هل هذا عمل بهذه الكلمة؟ لما تقول تدلق أما اتندلقني يجتو. واضح يا جماعة؟ من ربك تدلق وجدتوني ربي كإن يعني جبر مان كإن خالقني كإن أمريكا جرى قلتان إن تقول الله وجد جبر مانك يا الله فهو معبود ليس لي معبود. في كان كفي ميري أفاني من ربك بيد نارة وجدت ربي الله وجيتي ثم يدعو غير الله كأيوان برو يا أمتنا متكون.
هذا من ربك كان الرتب يا دنيا كان الرتب تدلغير هل إني ديبسو دندو قاف من ربك كان برتي اتأمني اتدلغو برت أبتو قبا مثلا هناك رجل من ربك ربي الله أفعل نسجي قلب نقومسي يعمل به اتدلغ أكمل نما يامت نما تنذو نما ندير ماتشيفت اتدلغ شركين دلغ ويتو لغا باب دوت اتدلغ وتندلغني اتدلغ لكن لا يدعو إليها ولا يحذر من ضدها إسيتنتنا ميامو فالله إسر اللينا من أرقو جتو نمتكم بكانجي جتو لأننا قلنا لا بد من أن نتعلم ولا بد من أن نعمل ولا بد من إيه أن ندعو إليه لا جابا كان دلق مالتا يوجب عن أسئلة القبر في القبر إن شاء الله بارتيت أمني إفيت دلقي نمت ياميتي قبري كيستي مالتا أنا منتكم قبري كيستي ديبي كان ديبي أجتو مرة نمت ياموني فائدان إسا درا درسو نما كان قرتي دعوة قرون سيئب دنتار أمونا ما بدنتار نجابه سكيتي وانت إفسو ما بدنتار أو درا درسو سما بدنتار عذرا أو نظرا أكما جاء وما دينك كنا بري اتدلقي اتياموك أباجي آجر أكسمه كثير مثلا دينك يمالي جتدي بس وما دينك قويت الإسلام إذن الإسلام والإيمان والإحسان دين ولا ما دين بهذا الدين تتعلم دين كان نبرت بأدلته رجاء ساتين برت رجاء الدين واضح ولا ما واضح وتعمل به إذا كان اتدلال أصلا بيد دنيا خلنا هل هذا كاف؟ لا بل لا بد من ماذا؟ لا بد من أن تدعو إليه إذا كانت نميام إلى الإسلام والإيمان والإحسان تدعو إليه فعلت هذا في الدنيا تجيب عن أسئلة القبر في القبر إن شاء الله وما دينك ديبيك النوخ أنا تدندلسو قاف إسا كان برتي اتأمنتي نملي اتيامتي في تدلق دينما اتيامتك قبري كيست وما دينك ديني الإسلام الدندلما أجلتو ومن نبيك نبي من محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب جاء بالهدى والنور قال له أن توحيدا أحكام أن نترفه إذا سنين قرتي قال أجهي اتأمني يجد إذن لا بد من أن تعلم من نبيك من نبيك كان نبي محمد نبرونا فانقر برتي سودا لا بد من ماذا من أن تعمل به اتدلقون كم من نبيك كانت اتدلقون كم اتدلقون بتصديق ما أخبر وبطاعة ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وبترك وبألا تعبد إلا بما شرع وبتصديق ما أخبر كناني اتدلق ديتو من نبيك نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أفانين جت مخاطي مثلا من نبيك نبيين كأن يقول سنجا نبي محمد بن عبد الله جت ومع ذلك لا تطيع النبي في أمره ولا تنزجر عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ربي إراد أورجر راي نورجر هل عمل ومن نبيك دلجنا متكم ومن نبيك تندلجني يجت أكنت تدلجون أبنمني ورث دلج ربنا أتاه وألا يعبد الله إلا بما شرع والنبي محمد كراغ إملي رب العالمين جبروا أبونا كأنا من تقو بدعاء دلج نمتكني هل عمل بمن من نبيك دلج يا جماعة واضح المسألة تبيكم سنين فادا تمام من ربك هذا كم تدلجن عملنا هذا في الدنيا جاء راميره قرآن أبان سولي تادي ممالك تودين
الثاني العمل بهن جامر، العمل بهن وأنت ندي دلقوا جامي. العمل بماذا؟ بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بلا دلق. كان فدري دلقوا جامي. من ربك دلقوا ومن نبيك وما أكملت دلقا ودلمني سينجي. الجواب كما قدمنا ديبين أكامل دبرتشيني يجوا. وهذه المسألة يا إخوتي، هذا هو السؤال الرابع. السؤال الخامس الأخير، قافين شنفا لا أيها الإخوة، قافين شنفا لا على ماذا يحتوي هذا الكتاب. كتاب نكون قودم كتك قودما يوجن. هذا الكتاب المسمى بالأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقسم إلى 5 أقسام. بكشن التقودة. القسم الأول المسائل الأربعة. المسائل الأربعة وهي سورة العصر. مسائل الأربعة جتون دني وان سورة العصر كهتربين دبت. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الثاني العمل، والثالث الدعوة، الرابع إيه؟ الصبر. هذا هو القسم الأول من أقسام الكتاب. مفهوم يا جماعة؟ كوني قودة جلقبات قودة وان كتابا شننجن كنبا. القسم الثاني المسائل الثلاثة. قولني لما فاق قودة وان كتاب نتقودة مشنن الرا مسائل ماذا؟ 3. المسائل الثلاثة إذا قلنا مسائل الثلاثة فقد قلنا هي غير الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة الألاجل. إذن المسائل الثلاثة اتباع النبي وتوحيد الألوهية ومسألة الولاء والبراء. مسائل الثلاثة وجوجن وجوب اتباع النبي كيف تونيني دبت نبي محمد جل ديمو واجبته ينهى يعني لا يجوز الابتداء. ابتداء انت وجدت ذات اتباعي ملي لما فرته توحيد ملي شركين انت وجدت ذات صدف فرته وما لبته مسألة الولاء والبراء. الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله إلى آخره كما سيأتي لك. واضح يا جماعة؟ الثالث صدفان قرتيب قولوان كتاب نتقوده من شانان الرا لماذا ندرس التوحيد؟ ما لي التوحيد برنا؟ وهي من قوله رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو القسم إيه؟ هذا هو القسم الثالث من أقسام الكتاب. قودوان كتابتي تقود مشانان الرا إني كن إتا سدفادات. قولني سدفادا لماذا ندرس التوحيدات؟ معناه نتي أو إن شئت قلت أهمية التوحيد. برباتي ثم توحيد برات وجدت الآن. واني إني أتتدبتي اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. أتكيست واني ندبتي ما لني في قلان أهمية التوحيد. برباتي ثم توحيدا دبت ميكمتي وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إيقنا مالجي. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره. يكون أهمية التوحيد برباتي ثم توحيدان التماجة واني توحيد برباتي سيب الرأول أنا والربي اتنوا جيتي فهلا نسا شركي لا يسين الرأول أنا والربي الرانو أرجتي الرافقات وجدتوك. واضح يا إخوتي؟ القسم الخامس الرابع قولني شنفاخ إني كتابك أنا كيستي دبته شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. شرحي قافي وان قبري سدين أول الرتي دبته حيث قال الأصل الأول الأصل الثاني الأصل إيه؟ وهذه شرح ماذا؟ القسم الخامس الأخير من أقسام الكتاب الخمسة. قودوان كتاب نتقود مشانان الرا إني شنفا يوقعو إني تأمرا خاتمة الكتاب. خاتمة ماذا؟ الكتاب. خاتمة الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة كان اتنقولا وهي من قوله رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون إلى قوله رحمه الله تعالى وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. أما جدت قوتي خاتمة الأصول الثلاثة. واضح يا جماعة؟ إذن
هل يصعب علينا أن نعيد هذه وانتوت أمك أراني كنغا وهذه مقدمة هذا الكتاب وأن نتهجى أما تدبنكن مقدمة ينبغي دراستها قبل أن نشر في دراسة الكتاب ودو كتاب بسم الله جنة سينين درا وأن نتبراتو لسا بيقو لسا نرى برباتي سجيتر مفهوم يا جماعة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين